الا تبعتي هذا الفيديو غتختار احسن خروف وما غتقولبش. اسمع، ورينا كيفاش نديرو باش نقلبوا الحولي ديالنا واش صافي ولا ماشي صافي، واش مريض ولا ماشي مريض. اول تقليبه الاخوان الكرام، خاص الحولي يكون نقي من وجهه. الحولي خاصو يكون نقي من وجهه، ما تكونش فيه خلونه حاشاكم، ما يكونش فمو تيسيل بالماء، حيت الا كان هنا ديما تيفزقلو اولا تيفزقلو الجناب ديال الفم بحال ما هكا، يعني الحولي راه ماشي صافي. او عينيه الا كان كيدمع وديما عنده هنا فازق بالدموع، يعني الحولي راه مريض وما صافيش. الحاجه الوحيده اللي كتبين لك العلف الا بغيت تقلب العلف واش عارف شي حاجه مزيانه، كاينه طريقه وساهله ديك الطريقه باش تقلب العلف واش عالف شي حاجه نقيه او لا عالف شي حاجه خايبه. يعني فاش كتدخل الزريبه والحولي عالف بشي حاجه ماشي حتى لتما، راه غير من الريحه كتبان لك. حيت الا كان عارف شي حاجه مزيانه الحموضيه ما كتكونش في الحواله. يعني ممكن ليا نشم ليه كاع فمو بحال ما هكا، الا كانت فيه الحموضيه يعني الحولي راه عالف شي حاجه خايبه، لان داك العلف الخايب تيكون حامض، كتكون فيه الخميره مثلا، كيكون فيه واحد الجزء ديال الخميره، بحال المهم تيكون بحال الخميره، المهم تيكون حامض، حيت الحاجه اللي كتسمن دغيا كتكون حامضه. بحال العلف ديال الدجاج راه تيكون حامض، يعني فاش تيكون في كرشو كيبدا يتنفس وتيخرج داك النفس اللي تيكون حامض. او ودنيه من داخل راه تيكونوا صفرين. ديك القشره اللي كتكون في الودن راه ضروري تكون فيه واحد القشره، الا كانت كحله راه عالف شي حاجه مزيانه، الا كانت صفراء يعني راه عالف شي حاجه خايبه. الا كان عنده ودنيه من داخل صفرين او فيهم الوسخ الصفر راه عالف شي حاجه اللي هي خايبه او مسمومه وماشي العلف الطبيعي. الحبوب بالنسبه ديال الناس اللي تيقولوا لك واش الحولي فيه الولسيسه وتيهزوه او تيقلبوه على ظهره وتيبغيو يقلبوا الولسيسه على حساب التحت ديال الحولي. الحولي راه ما كتكونش عنده الولسيسه لتحت. الحولي فاش كتبدا الولسيسه كتنبت راه كتنبت له من العنق، يعني من العنق فاش كتبدا الولسيسه كتنبت. بالنسبه ديال الولسيسه هنا فاش كتكون، الا ما كانش الولسيسه هنا عرف الحولي باللي راه صافي ما فيه لا ولسيسه لا والو، تتكون في هاد الجناب هادو او لا في العنق هنايا. الا ما كانش الوسيسه هنا يعني راه ما كاينش. وما تحشمش، الا بغيتي تشري الخروف ديالك ما تحشمش، بشويه عليك حتى تقلب وقلب مزيان ديك الساعه وعاد شري الحولي ديالك والله غادي يدير الخير ان شاء الله. بالنسبه ديال بوحمرون الاخوان الكرام، بعض الخضرات تيكون في الحولي ولكن راه ما كيبانش على وجهه، ما كيبانش في الملامح ديال الوجه. يعني خاصنا نعرف واش الحولي فيه بوحمرون قبل ما نشريه او لا ما فيه بوحمرون. يعني الحولي تيكون خفيف وتيكون زوين، ما تيبان على وجهه والو، ولكن راه من الداخل راه تيتكون فيه بعض الخلايا ديال بوحمرون، وبوحمرون تيعطي واحد الريحه ما كتكونش مزيانه للحم. يعني راه كتكون واحد الريحه فيه وما تيكونش حلو حتى لديك الدرجه. يعني بوحمرون فين غادي نقلبوا بوحمرون ونعرفوا باللي الحولي فيه بوحمرون او لا ما فيهش. خليكم معايا غادي نوري لكم الطريقه ديال التقليبه ديال بوحمرون. هذه هي الطريقه ديال التقليبه ديال بوحمرون. باغي تقلب بوحمرون، راه بوحمرون ساهل باش تلقاه في الحواله. يعني خاصك تشدو هاد الرجل بحال ما هكا، حاول ما امكن طلعوا على هنا وزقا هنا، هاد البلاصه اللي ما تكونش فيها الزغب تحت الطوابقو. الا كانوا حامرين حتى تشوفوا كيكون حمر، الا كان حمر راه بدا بوحمرون كينبت فيه، يعني فيه شويه بوحمرون. الا كان هنا عنده البيض راه ما فيه لا بوحمرون لا والو، بحال ما هنا راه ما فيه بوحمرون لا والو. هذا راه ما فيه لا بوحمرون. شتي شحال بيض اللحم ديالو، شحال بيض انت ماشي احمر بيض. الا كان فيه بوحمرون راه تيكون هنا حامر، كيكون حمر بحال هاد كي تيبل برا بحال ما هكا كيكون حمر. التقليبه الثانيه تقليبه واحده اخرى، الا بغيتي تشري حولي راه ضروري خاصك تخشي يدك للفولات ديالو، لان الفولات ديالو بعض الخضرات تيكون الحولي عنده غير فوله وحده. لان اللي تيشري وتيبيع في الكسيبه وعارف هذا الشيء، فاش تيجي عند الكساب باش يشري من عنده الكسيبه الا عنده غير واحد في 30 راس هو عنده غير فوله وحده، راه تيقول له هذاك راه عنده فوله وحده باش يرخص له هذوك الاخرين. يعني باغي تشري انت الحولي خاصك تقلب على حساب الفولات، تخشي يدك للفوله، كتشد الفولات بجوج وعارف باللي عنده فولات بجوج ولا ما عندوش، لان عندك الحق وانت جايب رزقك وباغي تخسرو على الحولي، وعندك الحق باش تقلب الحولي ديالك مزيان وبشويه عليك، وما تديهاش في الهضره ديال الكساب وما تديهاش في الهضره ديال الشناق. انا باغي نشري غادي نقلب على راحتي وما كتهمنيش انت ككساب، ونعرف كيفاش نقلب، ماشي نبدا نقلب في الحولي لجهه اخرى، لا نقلب غير بشويه عليا.
بالنسبه ديال الدياله، بعض الناس يقولوا لك الدياله الا كانت طويله ما دايزش ولا كانت قصيره ما دايزش. الدياله راه الا وصلت الركبه ديال الحولي راه تيقولوا باللي راه دايزه. انا راه ماشي قاري وماشي حتى شي حاجه، ولكن بالنسبه اللي كنسمعوا او التجربه اللي عندنا في هذا الشيء، راه الا الدياله ديالته ما واصلاش الركبه راه ما دايزش. الا كانت الدياله واصله الركبه يعني راه دايز. وتحياتي لكم الاخوان، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تفعلوا معه. وكان واحد الطريقه اخرى غادي نوريها لكم. الحولي الا كان عارف شي حاجه خايبه غادي نوري لكم طريقه اخرى باش تعرفوا واش حولي خفيف او تيطير او قبيح او ما تيوقفش، يعني راه عارف شي حاجه مزيانه. الا كان حولي ثقيل وتيتمشى غير بزز، حولي راه عارف شي حاجه خايبه. راه ما تهمنيش السمونيه تاع لديك الدرجه، لان السمونيه تاع لديك الدرجه راه ما تصلحش. حولي يكون نقي ومزيان. اما بالنسبه ديال السمونيه باش يكون غليظه وما تيقدرش يدرج بالنسبه ديال الشحمه، لان الحولي فاش تيسمان كتكون عنده القوه باش يتحرك مزيان. وكاين بعض الحواله فاش تيسمانوا لان الحولي فاش تيسمان تبارك الله راه تكون عنده القوه. وكاينين الحواله اللي تيسمانوا تيتقالوا. لا، الحولي الا كان عارف شي حاجه مزيانه ما حدو كيسمان كتكون عنده الفرصه ديال الجري كتكون عنده الفرصه ديال كل شيء. وكاينين الحواله اللي تيعرفوا تيقولوا لك سمان بزاف ما تيبقاوش يقدروا يتحركوا، يعني هذاك راه عارف شي حاجه خايبه. اما الا كان عارف شي حاجه مزيانه راه ما حدو تيصحح وما حدو تيجري او تيجبد او تيطير. يعني غادي نوري لكم دابا في الفيديو. ازمس السجاده ديال بزده يعني حولي خاصو يكون قبيح، ما خاصوش. شوف بزاف ديال الناس ولاو كيخافوا يمشيو للسوق. علاش؟ لان القصص اللي كنسمعوا على السوق كتخوف. والسوق هو واحد البلاصه اللي كيكونوا فيها النصابه وتيكونوا فيها الشناقه، كاين اللي عنده الخروف فيه المشكل، كاين اللي فيه المرض، وهذا الشيء شفناه بعينينا. داك الشيء علاش فقبل ما تمشي للسوق ضروري هذا الفيديو خاصك تفرج له مزيان باش ما تقولبش. واحسن حاجه الا مشيتي للسوق دي معاك الاصدقاء ديالك او شي اشخاص من العائله ديالك باش تعاونوا باش تقلبوا، لان فعلا كيكونوا بزاف ديال الخرفان اللي فيهم الامراض، اللي فيهم بزاف ديال المشاكل. فنسال الله السلامه والعافيه. الانسان يرد البال. نسال الله ان يتقبل منا ومنكم، واللي ما عندوش الله يوفقه يا رب والله يسهل عليه. حاولوا ديروا الخير في الناس اللي قرابين لكم، ما تنساوهمش. صلوا على رسول الله. عيد مبارك سعيد. واخا العيد مازال شي شويه. نتلاقاو في فيديو جديد. شكرا لكم. السلام عليكم.